سؤال عن حكم السرعة في قراءة القرآن. ما حكم السرعة في قراءة القرآن؟ أولاً، ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالترتيل في الصلاة وفي القراءة. قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هي القراءة على مهل بتدبر وتأمل وتفكر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا، إذا قرأ الفاتحة يقطع قراءته فيقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف مالك يوم الدين. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. التمهل، عدم الاستعجال. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري، قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة. قال: هذا كهذ الشعر؟ يقرأ المفصل يعني حوالي 4 أجزاء، مفصل من الحجرات إلى الناس أو من قاف إلى الناس، فيقرأ هذا المقدار من القرآن يقرأه في ركعة. قال له عبد الله: هذا كهذ الشعر؟ يعني سرعة. السرعة يقول العلماء إذا كان فيها إسقاط بعض الحروف فهو حرام، إذا كان فيها إدغام للحروف في غير مواضع الإدغام لا تجوز، إذا لم يكن في قراءة القرآن مراعاة للتشكيل من الرفع والضم ومن الرفع والكسر والفتح والسكون، أيضا هذا ممنوع. لا يجوز الإنسان أن يستعجل بحيث أنه لا يعطي القراءة حقها. أما القراءة بالحذر مع مراعاة الأحكام والحروف والنطق بالحروف فلا بأس به إن شاء الله.